هو انا المفروض اقبض كام؟ هو انا المفروض مصاريفي تبقى كام في اليوم؟ هو انا هصرف كتير ولا هصرف شويه؟ هو انا مثلا لما احب اجيب حاجه ده هياخد كام من اليوميه وهياخد قد ايه من اليوميه؟ مصاريفي في اليوم كلها على بعضها هتبقى قد ايه؟ طب مصاريفي بالنسبه لشغلي هتبقى قد ايه برضه؟ 10% بالنسبه لشغلي، 15%، 20% بالنسبه ليوميتي. فانا النهارده هديك شويه حاجات بسيطه كده تعرف منهم كل الكلام ده. معاك مثلا ال10 دينار دي، تمام؟ ال10 دينار دي ممكن تجيب بيها كارت لبيانة ب10 دينار، تعمل بيها باقة 5 جيجا اللي هي 5000 ميجا، تمام؟ دي حاجة. ممكن تروح تجيب بيها سندوتش، ان كان همبرجر، ان كان كبده، ان كان فاهيتا، ان كان زنجر، الكلام ده كله. ممكن تروح تجيب بيها ب 2 جنيه طعميه، ب 2 جنيه فول، ب 2 جنيه مسقعه، ب 2 جنيه عيش، وتفضل منها وتجيب ميه وسنتوب مثلا. دي حاجه تانية. ممكن تروح تجيب نص دجاجه، تمام، اللي هي نص فرخه عندنا ب 20 دينار، مش ب 10 طبعا، نص. تحط 10 دينار كمان، بتروح تجيب نص دجاجه ب 20 دينار، تمام؟ دي حاجه. ممكن برضو لو انت مثلا بتروح شغلك مواصلات، ممكن تروح شغلك مواصلات ب 5 جنيه الصبح بتاكسي، وممكن ب 10 دينار، ممكن ب 5 دينار، وممكن ب 10 دينار على حسب المسافه طبعا، تمام؟ ممكن اعمل ايه تاني بال 10 دينار؟ ممكن ان انا اجيب كريم للشعر ب 10 دينار، ممكن ان انا اجيب مزيل للاستخدام الشخصي ب 10 دينار، ممكن ان انا اجيب شامبو ب 10 دينار، تمام؟ دي كلها حاجات ممكن تجيب بيها. ممكن تجيب 4 عبوات برسيل تغسل بيهم الهدوم، او 5 كمان بال 10 دينار، تمام؟ ممكن اجيب ايه تاني بال 10 دينار؟ ممكن اجيب عبوتين عصير من الكبيره، من اللي هي اللتر، ب 10 دينار، تمام؟ ممكن اشكل بيها، اجيب سنتوب، اجيب كذا واحده سنتوب، واجيب بنجة ميه من الكبيره ب 2 دينار، واجيب شويه شوكولاتات كده ب 10 دينار برضو، تمام؟ فدي كل الحاجات دي ممكن تجيبها ب 10 دينار. ممكن تعمل برضو باقه في الشهر 21 جيجا ب 35 دينار، تمام؟ انا ده كله بعرفك ايه؟ بعرفك مصاريفك هتبقى ازاي. يعني انا مثلا هشتغل، يعني كام مصاريفي عشان اقدر اعرف ان مثلا جاي لي شغل ب 70 دينار، ب 80 دينار، اعرف ال 70 دينار دول هيكفوني مش هيكفوني كده. وبرده لو رجعت للفيديوهات اللي فات هتعرف السكن، هتعرف هتعمل بطاقه الحصر بكام.